لو انت مريض سكر وناوي تصوم رمضان لازم تبقى فاهم شوية قواعد مهمة جدا. هتكلم في الفيديو ده عن أهم نصائح لمريض السكر في رمضان سواء كان بياخد برشام أو أنسولين. واحد، لازم تراجع دكتورك قبل رمضان علشان يظبط مواعيد وجرعات العلاج على حسب حالتك. اتنين، قياس السكر مهم جدا، قيس السكر كذا مرة في اليوم وده ما بيفطرش. تلاتة، امتى لازم تفطر فورا؟ لو السكر اقل من 70 او اعلى من 300، او طبعا لو حسيت باعراض هبوط او جفاف او تعب شديد. أربعة، بالنسبة للناس اللي بتاخد برشام غالبا أغلب الأدوية بتتاخد مع الفطار أو السحور حسب النوع، زي الميتفورمين غالبا بتتاخد مع الفطار والسحور لو جرعتين. خمسة، بالنسبة للناس اللي بتاخد أنسولين غالبا الجرعات بتتغير في رمضان زي تقليل أو نقل الجرعات للفطار والسحور، لكن دي لازم تتحدد مع دكتورك شخصيا. ستة، الأكل الصح مهم جدا، ابعد عن الحاجات اللي بتحتوي على دهون زيادة زي المقليات والمسبكات والحاجات الحراقة والسكريات الزيادة. كل ببطء وركز على الألياف والبروتين واشرب مية كتير بين الفطار والسحور. سبعة، الرياضة، بلاش مجهود عنيف قبل الفطار، الأفضل بعد الفطار بساعتين. 8، بلاش تجوع نفسك في السحور، السحور مهم جدا علشان يقلل الهبوط أثناء الصيام. أختم برسالة مهمة، مش كل مريض سكر ينفع يصوم، افتكر إن صحتك أمانة ولو الصيام هيضرك يبقى الإفطار واجب. كل سنة وانتم طيبين، تاتا كوي، دافايدس فيدان.